اهلا بيكم يا بنات. النهارده هنعمل فيديو حلو قوي ومشروب حلو قوي وصحي. مشروب النهارده او الوصفه بتاعتنا النهارده عمل بودره الهوت شوكليت لمحبي المشروبات السخنه في الشتاء. المشروب ده صحي وجميل جدا وهيعجبك وهيعجب كل اللي هيدوقوه من ايديكي. نبدا كده بسم الله. اول حاجه يا بنات هنحضر معانا كده الهوت شوكليت. هتجيبي كوب من الشوكولاتة المبشورة، شوكولاتة بالحليب، وهتجيبي نص كوب من الكاكاو الغير محلى، كاكاو خام، ونص كوب من سكر البودرة، وربع كوب من اللبن البودر، وهتجيبي معاكي كمان ربع كوب من الكريم شانتيه. الربع دي يا بنات بقيمة معلقتين كبار من كل حاجة احنا قلناها ذكرناها هنا ان شاء الله. وهتجيبي كمان معاكي كيس فانيليا، ومعاكي كمان معلقة من مسحوق القهوة ذريعة الذوبان، وهتضيفي كمان معلقة من النشا ورشة ملح صغيرة لتعزيز الطعم. كل اللي احنا ضفناه في الوصفة ديت رشة الملح دي سنة، وكمان يا بنات بتعزز لنا طعم كل المنكهات اللي احنا حطيناها وضفناها ديت. كده تعملي احلى هوت شوكليت في البيت وتخلطي كده المكونات كلها في بعضها لحد ما كل الخليط يتجانس كده وياخد من بعضه. وهتضيفي المكونات دي كلها يا بنات وتحطوها في برطمان عندكم وتحفظوها كويس في التلاجة او تحفظوها في المطبخ عندكم في مكان يكون كويس للتهوية. وكده يا بنات احنا عملنا احلى هوت شوكليت في البيت بمكونات سهلة جدا ومش غالي وموفر جدا. هيعمل معاكي كمية حلوة قوي هتقضي معاكي وهتشرفك قدام اي حد يجيلك فجأة. بجد يا بنات ده احلى هوت شوكليت هتعملوه هتدوقوه هتجربوه لو عملتوا الطريقة ديت وهتدوقوه وهتقولوا الطريقة وهيعجبكم جدا وهيعجب كل اللي هيدوقوه من ايديكم. جربوا الطريقة دي وبإذن الله هتعجبكم وهتعجب كل اللي هيشربوه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو وصلتوا لحد هنا يا بنات ما تنسوش تضغطوا كده لايك وتفعلوا الجرس وتشيروا الفيديو كده لاصحابكم. لو عجبكم الفيديو تكتبوا لي كومنت كده مشجع ومحفز منكم ليا. ان شاء الله يا بنات هنعمل مع بعض وصفات كتيرة جدا، مشروبات سخنة كتيرة وحاجات مفيدة جدا للي محبي الشتاء، اللي بيحبوا الشتاء ومشروبات الشتاء والحاجات الشتوية الجميلة ديت. احنا عملنا النهاردة اول وصفة لمحبي الجو الدفى كده والمشروبات السخنة. عملنا بودرة الهوت شوكليت في البيت بكل سهولة. هنا انا الكمية عملت معايا البرطمان ده برطمان قمر كده وجميل، وهيفيد معانا. هنا بقى معانا كمية هنعمل منها مع بعض الطريقة بالمية والطريقة كمان باللبن الحليب. هنا دي الكمية يا بنات اللي اتبقت معايا هنضيفها في برطمان تاني. طبعا في اخر الفيديو كده تشوفوا الكمية كانت معايا قد ايه. هنا بقى نعمل الطريقة الاولى. هنعمل كده مع بعض كوباية هوت شوكليت كده تدفينا وتنسينا اي حاجة تضايقنا. هتضيفي من المسحوق البودرة اللي احنا عملناه ده، هتضيفي معيار 2 أو 3 معالق في الكوباية على مية مغلية. ادي 2، ادي كده تاني معلقة تالت معلقة، وهتضيفي عليها المية المغلية وهتشربي احلى هوت شوكليت في البيت بكل سهولة. طبعا انتوا لو شربتيه بره هيكلفك وهيبقى غالي جدا، احنا عملناه في البيت بكل سهولة بوصفات